فن وأسرار اتخاذ القرار لإبراهيم الفقي. في لحظة معينة وانت قاعد لوحدك هتلاقي سؤال بيطاردك: أنا وصلت هنا ازاي؟ وليه حياتي ماشية بالشكل ده؟ والإجابة دايما بتكون صادمة. كل اللي انت فيه بدأ بقرار، قرار أخدته أو قرار هربت منه، والأخطر إن بكرة لسه مستني القرار اللي هتصنعه بإيدك. ليه موضوع القرار مهم قوي؟ الدكتور إبراهيم الفقي بيقول إن حياتك بالكامل من أول تفاصيلك الصغيرة لحد أكبر إنجازاتك هي نتيجة مباشرة لقرارات. قرار إنك تقوم بدري أو لأ، قرار إنك تتعلم حاجة جديدة، قرار إنك تستسلم، قرار إنك تكمل رغم التعب، قرار إنك تحب نفسك أو تهملها. لما تبص حواليك هتكتشف إن أقوى الناس مش هما اللي كانوا محظوظين، هما اللي كانوا حاسمين. الفرق بين شخص ناجح وشخص تاني عادي مش الذكاء ومش الظروف، الفرق الحقيقي هو مين بيختار ومين بيسيب الحياة تختار له. تخيل معايا في شاب كان دايما بيحلم يبدأ مشروعه الخاص، عنده أفكار كتير وعنده الشغف، بس كان عنده مشكلة: تردد. كل يوم يقول بكرة أبدأ، لحد ما صحي في يوم ولقى إن 5 سنين من عمره راحوا، مش لأنه خسر لكن لأنه مقررش. القصة دي بنشوفها كل يوم، ناس عندها قدرات عظيمة لكن محبوسة في خوفها. ليه احنا بنتردد؟ ده التحليل النفسي. الكتاب بيشرح ان التردد مش ضعف، التردد عادة بتتكون من الخوف من الفشل، مش الخوف من القرار نفسه. الخوف ماذا لو غلطت، وبرضه الخوف من رأي الناس، لو فشلت هيقولوا عليا ايه، والخوف من تجربة سلبية قديمة. عقلك بيتعامل مع التجربة القديمة وكأنها هتتكرر حتى لو مفيش أي دليل. والخوف من ضغط المجتمع، ناس كتير حواليك بتخاف فطبيعي تتأثر. وافتقاد الهدف، لما تبقى مش عارف عايز ايه هتتردد في كل حاجة. خليني أسألك سؤال دلوقتي: ايه القرار اللي مأجله بقالك شهور؟ قرار لو أخدته حياتك هتتغير فعليا. فكرت؟ كويس، كمل معايا. خطوات اتخاذ قرار صحيح بتعمق. واحدة من أقوى أفكار الكتاب إن القرار مش مجرد إحساس، القرار مهارة لازم تتعلمها. أول حاجة جمع المعلومات. قبل ما تاخد قرار اعرف ايه المتاح، ايه البدايل، ايه المخاطر. الجهل أكبر سبب للقرارات الغلط. 2. تقييم الخيارات. اعمل تحليل صغير: أسوأ نتيجة، هل أقدر أنا أستحملها؟ وأفضل نتيجة، وإيه احتمالية النجاح؟ ده بيخلي تفكيرك واقعي مش عاطفي. واسأل نفسك ليه عايز تاخد القرار ده؟ لو السبب ضعيف النتيجة هتبقى أضعف. اتخذ القرار بسرعة، مش بسرعة تهور لكن بسرعة وضوح. الناس الواضحة مش بتحتاج وقت طويل. وتحمل النتيجة، لو القرار غلط ده جزء من التجربة، كل غلطة بتقويك، لكن مفيش حاجة بتقوي التردد. كان في راجل طلع لأحد المدربين وقال له: أنا تايه مش عارف أعمل إيه في حياتي. المدرب سأله سؤال واحد بس: إيه القرار اللي أنت خايف تاخده؟ الراجل سكت دقيقة وبعدين بدأ يبكي، مش لأنه مش عارف لكن لأنه كان عارف القرار بس مش قادر يواجه نفسه بيه. احنا بنهرب من القرارات رغم ان القرارات هي اللي هتنقذ حياتنا. ودي رسائل الدكتور إبراهيم الفقي من الكتاب، لو فهمتها هتغير حياتك. القرار القوي أفضل من عدم اتخاذ القرار. الناجحون يتخذون قراراتهم بسرعة ويغيرونها ببطء. الفاشلون يترددون طويلا ويغيرون قراراتهم بسرعة. لا تخف من الخطأ، فالخطأ أول درجات النجاح. إزاي تتغلب على التردد؟ حدد وقت للقرار. اكتب: هقرر يوم كذا الساعة كذا. القرار، العقل لما يركز بيكون فيه ديدلاين. اكتب القرار على الورق، الكتابة بتوضح الصورة أكتر. اتكلم مع حد ناجح. تخيل نفسك بعد سنة، هل القرار هيكون لصالحك؟ لو خد الخطوة. ثق بالله ثم بنفسك. القرار بدون ثقة بيساوي خوف، والثقة بدون قرار بتساوي أمنيات. في قرار في حياتك لو خدته النهاردة ممكن ينقلك من مرحلة لمرحلة. قرار يفتح لك باب جديد، باب ما كنتش متخيل انه يتفتح. بس السؤال الحقيقي: هتفضل تستنى لحد امتى؟ ولو عجب الفيديو يا ريت تعملنا لايك واشتراك في القناة.